جمهور الزمالك بيشجع الفريق عشان يكسب، مش بيشجعه عشان بيكسب. كلام زيزو مش كلام من دماغه ومش كلام جديد. زيزو بيردد المقولة اللي قالها فيلسوف الولا حاجة أحمد عفيفي، واللي صدقها كل جمهور الزمالك وآمن بيها، لأنها بمثابة المخدر اللي بيصبرهم على ما بلاهم. الفريق اللي في أكتر من 20 سنة صعد نهائي دوري أبطال مرتين، وحصل على الكونفدرالية مرة واحدة، وحصل على 2 دوري وكام كاس، بيحاول يعمل نفسه بطل، وجمهوره بيحاول يعمل نفسه متميز علشان يقدر يعيش، يقدر يتعايش مع الوضع، بانه يقول اني انا متميز عن جمهور البطل، بان جمهور البطل لو بطل ياخد بطولة مش هيشجعه. في حين ان الاهلي لما بيقع جمهوره بيقف معاه اقوى من اي وقت بياخد فيه بطولات. ولكن في مواقف كتير أسوة حسنة. جمهور الأهلي كان في ظهر فريقه عند الهزيمة التاريخية من صن داونز، وكان في ظهر فريقه لما ما أخدش بطولتين، وكان في ظهر فريقه في الفترة من 2000 ل 2005 لما كان بيبني فريق الجيل الذهبي اللي حط على القارة كلها. الأهلي بيعرف يبني لأنه وراه جمهور بيعرف يدعم.